الحمد لله المبدي المعيد العزيز المجيد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي حارب الكفر العنيد. ثم أما بعد، معشر المسلمين، نحن في زمان صعب ظهر فيه النفاق والكفر، وظهرت الردة والإلحاد، وأصبح صوت الحق محاربا في كل مكان، وصوت الباطل مشاع في كل مكان بوسائله وإعلامه ومن يحميه ويدافع عنه. أخرج أبو الشيخ الأصبهاني عن منصور بن أبي الأسود أنه قال: سألت الأعمش في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال: ما سمعتم فيه؟ قال: إني سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. الأشرار يرسلهم الله تبارك وتعالى عقوبة منه على الشعوب إذا ظلمت وتركت أمر الله وابتعدت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطغت وبغت كحكامها أو أكثر ربما، وانحلت من الشريعة وابتعدت عن التوحيد وأشركت بالله عز وجل بنسب متفاوتة. الطغاة لهم نصيب كبير من المسؤولية، والشعوب أيضا ليست بريئة، لها النصيب من المسؤولية، وبعضهم بعضا يحمل مسؤولية بعضهم بعضا، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرهم أي جعلهم أمراء، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا، الله تعالى عدل، حكم يقضي بحق وقسط، عدل فينا قضاؤك. الله تعالى لا يظلم عباده، لا يدمرهم تدميرا. ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم، إن شكرتم وآمنتم. إذا آمن الناس وشكروا الله عز وجل ووحدوه، ما يفعل الله بعذابهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي سبقت أفعال من العباد. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله تعالى لا يهلك المصلحين، وإنما يهلك المبتعدين عن الشريعة، المتمردين عن الدين، والشعوب المستجيبة لطغاة الحكم، والذين أطلقوا العنان للفساد والفسوق والعهر، واستجابوا لدعوات الردة من هنا وهنا، وانحلوا عن الدين، وتركوا تربية أبنائهم، وأطلقوهم للشوارع ولمواقع النت وغير ذلك من الفسوق والتبرج والعري، وتركوا الصلاة والانحلال من السنة وترك الشريعة. إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، أي بدلوا فبدل الله، غيروا فغير الله. هذه هي سنن الله عز وجل في عباده. الشعوب إذا تركت الشريعة وابتعدت عن الدين وقلدت الفرنجة وأرادت أن تستجور، يولي قهوري، معناه يصبح حلوف، خنزير من خنازير الغرب، يقلدهم ويطيعهم في كفرهم، يتفرنج ويبتعد عن الدين. وهنا يؤمر عليهم من لا يخاف الله، فيبطش بالناس ويسحقهم سحقا ويطمسهم طمسا ويمحقهم محقا جزاء أفعال الناس. نسأل الله السلامة والنصر والتوحيد، آمين يا رب.